سبتة ومليليا الإسبانية كانت في قديم الزمان للمغرب، ولكن الملك المغربي باعها بدراجة هوائية لإسبانيا. اعلن الجهات، اعلن النفير في سبتة. نهار تحرر سبتة ومليليا روح حضر معنا. حنا لو كان جابت سبتة ومليليا أرض في الجزائر يتحرك 62 من غدوة عيطوا لنا نروحوا سبتة ومليليا ردوها لهم في 48 ساعة. عندهم 4 جدارمية ثم سبنيول فرماو عليهم الحدود، يعيطوا لنا 48 ساعة ردوها لهم. السلام عليكم، انا هو برويطة. حنا بعنا لكم سبتة ومليليا فابور، بعناها لكم بيسيكلات جاز. قالوا مهبول نتايا في 1900 بعثوها لنا ببيسيكلات فابور، ودابا تقولوا اسمو. السلام لكل سلطان وسلطانة في هذه القناة. اليوم غادي نشوفوا فيديو كيرد على الكراغلة اللي كيسبونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. سير حرر سبتة ومليليا، سلطان المروق باع سبتة ومليليا ببيكالا. هذا الفيديو كيسد الفام ديال الكراغلة وغادي يبين لهم شحال هما اغبياء وغير مقدمين، ومقدمهم الطبيب البيطاري. وفين ما يدوي معاك شي كرغولي ويقول لك سلطان المروق باع سبتة ببيكالا، بارطاجي مع هذا الفيديو وما تنساش لايك والاشتراك، حتى هاد النوع ديال الفيديوهات كيتعرض للسينيال. وقناة صاحب الفيديو غتلقاوها في الوصف، نتفرجوا كاملين. المولى عبد العزيز سلطان المغرب واش بصح باع سبته بالبيكالا، ونهار تبيسوا ليه الرويض باع مليليا باش يصيبهم. وشكون اللي باع ليه هاد البيكالا؟ واش بصح حكم المغرب وفي عمره غير 14 عام؟ هادشي كامل غادي نعرفوه دابا دركا. اعطوني لايك، اشترك في القناه وضغطي على هذاك الجرس. هذه اكثر كلمه كنسمعوها من هذا الاعلام العسكري الالكتروني الموجه من الجاره الشرقيه وبعض إماع من شعبها. في نظركم في ديك الوقت اللي كانوا الباخرات والطائرات والقطارات غادي يخليهم وغادي يمشي يبيع سبته بالبيكالا؟ أين المنطق؟ أولا سبته تحتلت سنة 1415 ومليليا تحتلت سنة 1497. أما البيكالا اللي قالوا باع سبته سنة 1415 باش يشريها ما تخترعت حتى لسنة 1885. والمولى عبد العزيز هذا السلطان اللي قالوا باع سبته سنة 1415 باش يشري البيكالا ما تزاد أصلا حتى لسنة 1878. ومن هنا نستنتج أن سبته ومليليا تحتلت قبل ما تخترع البيكالا ب 400 عام، وقبل ما يتزاد السلطان مولاي عبد العزيز ب4 ديال القرون. هذه هي الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في نهار زوين. فاحترم عقلك واعطيه ولو فرصه وحده في حياتك يفكر ويبحث في التاريخ بعيدا عن الحقد. ما كنهضرش على اللي عارف الحقيقه وكيكذب على راسو وكيستغبى شعبه ومحيطه. كيف كيقول ديكارت في المقوله ديالو: ليس الاعمى الذي لا يرى، انما الاعمى الذي لا يريد ان يرى. المولى عبد العزيز اللي قالوا باع سبته بيكالا كان سلطان المغرب ما بين 1894 و 1904، وما كانش هو اللي حاكم المغرب حيت كان في عمره غير 14 عام. واللي كان وصي عليه وحاكم البلاد هو الحاجب الملكي صدر الاعظم احمد بن موسى. هذا الاخير كان كيدير اللي في جهده باش يلاهي السلطان الطفل بالالعاب، قطارات، طائرات، آلة صور، اي لعبه كتقول ها انا كيف ما بغى يكون ثمنها كان كيشريها ليه غير باش يبقى السلطان ملاهي ويدير هو ما بغى في حكم المغرب. وهاد الالعاب اللي كان كيسري ليه بو احمد كبدت المغرب خسائر كبيره من خزينه الدوله. ومن يوصل 20 عام ما بقاش مكلف به بو احمد، وتكلف به وزير الدفاع المنبهي واللي كان اكثر من بو احمد، وما كان كيخلي حتى اخبار توصل السلطان على اوضاع المغرب بحال ثوره بو حمار. بعض شي ناس من لا تاريخ لهم يظنوا ان سبته ومليليا الاحتلال ديالو كان في الاستعمار الاسباني القريب. بغيت نقول لهم باللي اصلا سبته ومليليا تحتلوا قبل ما تكون الدوله العلويه حاكمه المغرب. سبته ومليليا تحتلوا في القرن 15 وداز على الاحتلال ديالهم دابا اكثر من 600 عام. مع سقوط الاندلس الصليبيين انتقموا من المغرب واحتلوا سبته ومليليا من البلاصه اللي انطلق منها فتح الاندلس، واحتلوا بزاف المدن المغربيه بحال صواري اللي سموها موغادور وجديده اللي سموها مازاغا وبزاف المدن واحده اخرى. لكن المغرب واش غادي يبقى شاد يدي في هذه الحاله وبلادو كتستعمر بطبيعه الحال؟ لا. نهار 2 مع النبوري 8 غشت سنه 1578 المغرب غادي يحارب البرتغال في معركه وادي المخازي وتقتلوا فيها 3 ملوك. داكشي علاش بس سمات بمعركه 3 ملوك. واسترجع المغرب كاع المدن المغربيه ما عدا سبته ومليليا. بعد ما هزمت البرتغال مع المغرب اسبانيا ضمت البرتغال المملكه ديالها ومعاهم حتى سبته ومليليا وبقات محتلهم حتى لدابا. يكفي المغاربه عمرهم نساو سبته ومليليا والاسترجاع ديالهم كيبقى مساله وقت لا غير. قراركم بمغربيه سبته ومليليا بقولكم سير حرر سبته ومليليا. هذا يزيدنا فخرا واعتزازا بتاريخنا في المنطقه وفتوحاتنا في الاندلس، وشهاده منكم بالاحتلال الاسباني الصليبي للمدن المغربيه بحال احتلال الصحراء المغربيه واستقلال الصحراء المغربيه بثوره المسيره الخضراء واعترافه بمغربيتها. وبما ان دوركم في الحياه هو دعم الشعوب في تقرير مصيرها فيجب عليكم بل الزام عليكم ان تدعمونا ضد الاحتلال الغاشم حتى اكتمال وحدتنا الترابيه وترفعوا رايتنا في جميع المحافل الكرويه. ان كان غير هذا فانتم تظهرون للعالم ان دعم الشعوب لتقرير مصيرها هي مجرد شعارات لمعاداه المغرب وتقسيمه لا غير.
صراحه قلبت حتى عيت على سبب هذا الكره وهذا الحقد من الجنرالات والكابرانات وبعض بعض إمعة من شعبها. ما لقيت حتى شي سبب يخليهم يكرهونا لهذه الدرجه. نحن دوله جاره واكثر من هذا اخوه، وهذه التصرفات الصبيانيه لا تمت للاخوه والعروبه بصله. فارجعوا إلى صوابكم. ليس العيب أن لا يكون لك تاريخ، لكن العيب أن لا تبدأ من صنع التاريخ من الآن. عبد العزيز بعسبته بالبيكالا ماشي هذه الإشاعة الوحيدة أو التهمة الوحيدة أو السرقة الوحيدة اللي كيرددها الإعلام العسكري ضد المغرب. ما هذا إلا رد فعل على الإشاعات التي تخرج على المغرب، وأنا كصانع محتوى بواجبي هو توضيح الحقيقة. كان معكم خوكم عادل الشرقاوي. ما تنسوش لايك وحاول تبارطاجيو الماكسيموم مع أصحابكم، واتساب، فيسبوك، انستغرام. تلاقوا إن شاء الله السمنة الجاية فيديو جديد، موضوع جديد. تهلاو لي فراسكم.